واد الزيت خلص، الله يخرب بيت العيشه على اللي عايشينها. انا جرفت وزهقت والله جرفت. ايه يا نور خلاص كلمت نفسك؟ انهبلت يابا على كبر، مالك فيه؟ انهبلت ايه؟ امسك الجزازه اهي، روح حط لنا نص كيلو زيت فر. اجيب نص كيلو واجيب زيت فرط ليه؟ ما انت معاك الفلوس في الدولاب جوه، ما تجيبي زيت يا ست زي ما الناس بتجيب. معايا فلوس؟ ايوه معاك فلوس جوه في يا الدولاب. لهوي يعني منين يا حماده؟ منين يا حماده؟ ده العمليه ناشفه على الاخر، ومنين يا حماده اجيب فلوس انا يا حماده؟ ما هو طول ما انت معاكي كده وبتدعي الفجر على طول على لسانك العمليه ناشفه هتفضل ناشفه، حرام عليكي فكها علينا، يفكها في وشك ربنا. بقول لك ايه يا علينا حماد؟ افرجي عليك ربنا. اسكت والنبي يا حماده، انت مش عارف حاجه، انا ما معيش فلوس، اجيب منين انا يا هو حماده؟ على طول هيفضل، ما خلي بالك، والقران انت معاك فلوس جوه في الدولاب وانا عارفها. بس بقول لك ايه؟ بقول لك ايه، رايح وقتك خلص، حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخه. الواحد جرف واحد جرف يا شيخ. تعالى عارف خطوه رجلك انت يا حبيبي طلعت السحب. انت مستني على الباب ولا ايه؟ عامل ايه يا اخويا؟ الحمد لله. اخبارك ايه يابا؟ الحمد لله يا حبيبي. تعالى يا عم اقعد مع اخوك شويه. عامل ايه يابا؟ ماشي يا حبيبي الحمد لله. خش يا اخويا تعالى. عامل ايه يا اخويا؟ الحمد لله. عين عليك رب. برد. شغلك عامل ايه؟ والله الحمد لله يا رضا يا احمد. رايق والله. يعني؟ والله فضل ونعم. ربنا يديك الصحه يا رب. ربنا يخليك الدنيا يا احمد. يعني والله ماشيه معاك مظبوطه؟ والله فضل ونعم الحمد لله. متراضي يعني وزي العسل؟ فضل ونعم والله، ربنا يديمها نعمه يا رب يا حماد. دايما يا اخويا دايما يا رب. يا رب. يا حماده ايه يا نور؟ ازيك يا عم علي؟ عامل ايه؟ خد والنبي يا حماده، عايزاك دقيقه. ماشي يابا، بعد اذنك يا اخويا كده دقيقه واحده بس. ايه يابا؟ ما تعملي شاي؟ شاي ايه يا حماده؟ انا عايزاك في كلمه ضروري. خير؟ حبكت أخويا. دلوقتي يعني؟ حبكت دلوقتي. انا واقفه يا اخويا وسامعه اخوك عمال يقول لك الحاله رايقه والحمد لله الحمد لله، ومعاه فلوس وباين عليه وباين على لبسه، ما تطلع منه باي مصلحه، شغل دماغك شويه. يا بنتي مصلحتي ده هو طالما قال الحمد لله يبقى هو غني، ده الحمد لله يعني مستوره يا بنتي مع الكل. لا يا حماد، عمال يقول لك الحمد لله الحمد لله، يبقى معاه فلوس يا حماده وحالته رايقه. فهمتك. اعترف ان انا عمال اقول له عامل ايه الحمد لله، يقول لي مستوره ومتراضيه والحمد لله ربك مرضيها يبقى معاه. يا حماده لو مش معاه هيقول لك منين؟ انما هو بيقول لك الحمد لله يبقى معاه فلوس. لخصي ايه المطلوب مني؟ المصلحه اللي تطلع من اخوك بالنص. اطلع منه مصلحه يعني؟ بالنص يا حماده، شغل دماغك على اخوك شويه. يعني اشغل دماغي عليه؟ اه على الله وعلي. خش. ماشي، هعمل لكم شاي. ماشي. ايه يا ابني سوسكو سبحان علينا كده؟ الله، برضه اللي فيكي طب ما تقولي من عندك ايه اللي هيحصل يعني؟ هو غريب يا بنتي. ايه في ايه يا حماد؟ الله خوش منك في الارض يا اخويا. خير. بتقول لي ما فيش شاي ولا في سكر ولا في مكرونه ولا في اكل في البيت، والدنيا مع اخوك خربانه وضجت بيا، مش عارفه استلف منين. مش عارف اعمل ايه يا اخويا، بايظه معايا خالص الدنيا، اقسم بالله بايظه معايا. ما اخوك مش بيشتكي بس فاض بيا، هعمل ايه؟ لا اله الا الله. مفيش والنبي اخويا 500 جنيه معاك كده يمشوا يزجوا مع اخوك يومين بس كده لحد ما ربنا يسهل. خير يا اخويا خير ان شاء الله. ما الله تحملش يسترها هم. معاك. موجود يا رب. الله يسترها معاك يا اخويا يا رب. حظك حلو والله، هم في جيبه موجودين. امسك. طب انا بتجل عليك والله يا اخويا. تتجل عليا ايه؟ ما تقولش كده، احنا اخوات يا حماده، واللي في جيبي في جيبك، ده انت اخويا. لا ما تقولش كده، عيب عليك. 500 دول يا اخويا؟ اه يابا. الله يسترها معاك. لو احتجت انت اي حاجه عرفني بس مالكش امال دعوه. هعمل على مين؟ انا اكيد عليك يعني. حبيبي ماشي يا اخويا. انا هسيبك بقى اطلع بص على العيال. طب ما كده. تقعد، طب هنبعت دلوقتي نجيب شاي وسكر. لا معلش هطلع انا. ماشي يا يلا أخويا. عاوز حاجه؟ ماشي مع والله السلامة السلام يا معاك يا اخويا. يلا عاوز حاجه يا حبيبي؟ شرفت يا اخويا، معلش بقى بتجل عليك يا اخويا والله. عيب عليك، ما تقولش كده يا حماده، انت اخويا يا حماد. الله يسترها معاك يا رب. مترضيه يعني؟ الحمد لله فضل ونعمه. مستوره معاك؟ الحمد لله والله. انت اللي محتاج حاجه يا حماده مايل عليا وقول لي. ربنا يخليك يا اخويا، يلا ربنا مع يخليك. السلامة الله يسترها حبيبي. معاك يا اخويا، ربنا يخليك يابا، ربنا يخليك ليالي عليا يا رب. اخويا اقسم بالله روجان. الله عليك ايه يابا؟ مصلحه جديد؟ قضيت يابا. انا سامعه ان اداك 500 جنيه يا بنت اللئيمه واقفه ورا، عرفت المبلغ كمان. طب انت عايزه ايه؟ عايزه 200 جنيه يا عم، بلاش 250. تاخدي 200 جنيه؟ كتير بس عادي زي بعضه. الفلوس كلها معاك اهي، خليها جوه وهات التليفون بتاعي من على الشاحن. ماشي حاضر. يلا. حاضر يا احمد، حاضر هديهولك اهو. يا حماده ايه يابا؟ ده احمد ابن عمك على التليفون عايزك. اشوف الاكل. ماشي. برن من زمان ولا ايه يا معلم؟ ايه بترن من بدري ولا ايه؟ لا التليفون كان على الشاحن والله يا اخويا. عامل ايه يا ابن عم؟ وبعدين يا اسطى انا ما بكلمكش، هو انت بتسال عني؟ يا اسطى ما يا عم ماشي يا عم، مش مهزر معاك، شكلك تعبان او زعلان، في ايه مالك؟ يوسف ابن علي اخويا ماله تعبان؟ يا ابني اذا كان انا في البيت ما اعرفش، وبعدين علي اخويا كان قاعد معايا لسه طالع دلوقتي فوق. ابنه تعبان؟ طب انت عرفت منين يا اسطى؟ يعني هو كلمك وما كلمنيش؟ علي اخويا كان عندك بيعمل ايه عندك؟ بتقول يا اسطى؟ علي اخويا كان عندك بيستلف منك 500 جنيه عشان ابنه تعبان؟ طب ما قاليش ليه؟ هو قال لك انا مكسوف اقول لاحمد عشان عارف ان ظروفه على جده؟ طب بقول لك ايه، خليك معايا بس، بص 3 ثواني بالظبط. يا اخويا. يا احمد يا ابن عم. نوره. نعم. تعالى بس دقيقه عايزك. يا اخويا. لا بنده على نوره مراتي بس تعمل لي شيء. عيد الكلام تاني يا احمد يا ابن عم.
يوسف ابن اخويا تعبان، واخويا ما رضيش يقول لي، عارف ان انا ظروفي على جدي، على طول مراتي بتقول مش معايا وانا بقول مش معايا، شيء طبيعي هروح لابن عمه مش هطلب من اخوه. يعني هو ما رضيش يقول لي عشان عارف ان انا مش معايا. طب واديته كام؟ كان بيستلف كام؟ 500 جنيه. 500 جنيه خد منك 500 جنيه، اخويا خد منك 500 جنيه عشان ابنه عيان، صح؟ وما رضيش يقول لي عشان عارف ان اخوه ظروفه على جده، على طول عمره ما قال الحمد لله، على طول يقول مش معايا، صح؟ يا اخويا ده انا في البيت وما اعرفش والله، قال لك وما قاليش. خد منك 500 جنيه. لا هو كان عندي دلوقتي، وعملت فيه حته حركه يا اسطى، بص هتعجبك موت. يلا انت عارف ابن عمك ادرجي بيحب يشغل دماغه. اخويا كان عندي وجلبت في ال 500 جنيه اللي هو سالفهم. جلبت انا ومراتي قالت لي اعمل كده، عملت، وهي هتاخد 200 وانا 300. قالت لي اطلع من اخوك بمصلحه. ما هو ذنبه يا اسطى، ما انا سالته ايه الدنيا معاك، قال لي الحمد لله. معروفه طالما قال الحمد لله يبقى غني، لازم يقول مش معايا. ماشي يا احمد، هفهمك بعدين يا احمد، هفهمك بعدين يا اخويا. سلام. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ينفع؟ اخويا كان عندي ده سالف 500 جنيه من احمد ابن عمي عشان ابنه تعبان. شغل دماغك على اخوك، اهو معاه، ما هو اصل هو كمان مش صاحب عيال. حرام عليكي، كل ما تشوفيه عايزه بصي عايزاه يرقص ينزل فلوس. خد من اخوك، خد من ابن خالتك، خد من ابن عمك عشان الفلوس تكتر في الدولاب. ما انت معاكي، بس على طول كده قسما بالله عمرك ما هتشبعي بمال ولا بعيش، عشان على طول ربنا مديكي ومعاكي، وعلى طول على لسانك ما فيش. بقول لك ايه، هات ال 500 جنيه بتاع اخويا وخش هاتي 2000 جنيه من معاكي من الفلوس اللي في الدولاب. قسما بالله لو عدت الكلام تاني لمشيكي. هتشغلي دماغك عليا. خلاص حاضر هجيب. انا هندهله. علي تعالى يا اخويا، عايزك. يا احمد في ايه؟ طربتني، انت عملت مشكله ولا حاجه؟ لا والله يا اخويا خير الحمد لله، احنا طب عايز فلوس ولا حاجه؟ الله يسترها معاك يا اخويا، ربنا يخليك ليا يا رب. بقول لك ايه يا حبيبي، هو ال 500 جنيه اللي انا خدتهم منك انت جايبهم منين؟ ايه اللي جابهم منين دول يا حماده؟ بتوعي يالا، خير اخوك يالا. انت عايز حاجه تاني؟ الله يكرمك، الله يسترها معاك يا رب. الله يخليك يا حماده. طيب هو انت لما يوسف ابنك تعبان ما قلتليش ليه ورحت تقول لابن عمك؟ احمد ابن عمك كلمني وعرفت ان ال 500 جنيه اللي انا خدتهم منك عرفت انك سالفهم من ابن عمك. احمد كلمك؟ احمد كلمني وعرفت ان انت استلفت منه 500، وهم ال 500 اللي انا خدتهم من جيبك. يعني انت سالف فلوس لابنك عشان تكشف عليه تديهم لاخوك؟ لا يا اخويا ولا يهمك، ما دام انت محتاج اخويا انا عينيا ليك. بس غريبه جو يا اخي، غريبه جو ان انا استغربت انت رحت تستلف من احمد ازاي، مع ان انا بقول لك انت عامل ايه، الدنيا عامله معاك ايه، قلت لي الحمد لله مسطوره. الله، احوالك غريبه يا عم. الحمد لله يا حماده. هو انا لازم يبقى مش معايا عشان ما اقولش الحمد لله يا حماده؟ معايا او معيش لازم احمد ربنا يا حماده. لازم احمد ربنا في السراء والضراء يا حماده. وانت ما تشغلش بالك باي حاجه. يعني ما معاك انت معاك ما معاكش لازم تقول الحمد لله طبعا. يعني انت لما تقول لواحد، لما واحد يقول لك ازيك عامل ايه فانت تقول الحمد لله، مش معناها انك غني، ده معناها انك مسطوره. طبعا. معاك الدنيا ماشيه، فلازم تفهمي بالله عليكي، مش عشان اختك ماشيه معاكي بالحب وما بتقولكيش لا ما تدوسيش عليها. ارحمي، الرحمه حلوه. ما تبقاش عارف ان اخوك عشان طيب واهبل فكل شويه دايس على نفسه وهو عنده بيت وعيال. هو النهارده اللي يقول الحمد لله دي حاجه وحشه؟ طالما انت النهارده هتقابلني في الشارع ازيك عامل ايه اقول لك الحمد لله. الدنيا عامله معاك ايه؟ الدنيا الحمد لله، يبقى الواد ده غني خلاص. هات بقى 1000 جنيه هقول لك مش معايا تقول انت كذاب، ما انت لسه قايل الحمد لله. قسما بالله في ناس في الشارع غلابه ملاقين ياكلوا وتشوفهم تقولوا اغنياء. ما تظلموش الناس على طول عشان البني ادم بيقول الحمد لله الحمد لله، ده بيتشتم في ظهره النهارده. اقول لك فلان بقول له الحمد لله، ايه يا عم اخبارك الدنيا عامل ايه؟ قال لي الحمد لله. بقول له اديني 500 جنيه سلف، يقول لي مش معايا مع انه لسه قايل الحمد لله. الولايه يا اخت ام فلان رحت اجيب منها كيلو طماطم عقبال ما اجيب، فبقول لها عامله ايه والدنيا عامله معاكي ايه؟ بتقول لي الحمد لله. قلت لها طب والنبي اديني كيلو طماطم، قالت لي والله ما عندي، مع انها لسه قايله الحمد لله. ايه الناس دي؟ هو النهارده اللي يقول الحمد لله دي حاجه وحشه؟ بالله عليكي ما تدوسيش على اختك عشان انت عارفه ان هي ما بترفضلكيش طلب فتدوسي عليها. ارحمي، الرحمه حلو. ما تجيش على اخوك، على ابن عمتك، على ابن عمتك، على اي واحد غلبان ما بيقولكش لا فتستغل ان دي نقطه ضعف وتدوس عليه. الناس قسما بالله جايبه اخرها. يا ناس حرام عليكم ابوس ايديكم. اللي جاب لك يقول لك انا كويس الحمد لله مش معناها ان هو غني، ده معناها ان هو على الله بس بايس ايده وشه وظهر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.